الحريرة هي جزائرية. الحريرة هي جزائرية. الدائرة هل الحريرة جزائرية أم مغربية؟ Allez, on va chercher un peu les problèmes. Jingle. Salut internet, j'espère que tout le monde va bien. خاوتي وخوتي المراركه ولا المغاربه، حنا نقولوا المراكه ميم سي على بالي بلي عندكم سي بيجوراتيف. خاوتي المغاربه ما تحكموش من الدوك، ما تبداوش تكتبوا لهم كومونتير اي انتيا تمسخري بالتاريخ والتراث المغاربي كذا وكذا. بالعقل لا عقل، كملوا شوفوا لا فيديو حتى الاخر. بس الخير عليكم. اللي ما يعرفنيش اسمي اميره بوجمعه، صحفيه مصوره ممثله، درت بزاف حاجات في حياتي. قررت اليوم ندير هاد لا فيديو باسكو اون فوا كنت عايشه في نيذرلاندز في لي بيبا، ودرت واحد الموضوع صغير هكا، فيديو صغير اللي ما كنت اصلا راح نديرو، اللي هو على الحريره. شفت بلي دون ان ايفينمون هكذا مونيسيبال اورغانيزي بار لي اوتوريتي هولنديز، لو بلا كي ايتي سيرفي ايتي الحريره. وتما كيقولوا دائما الحريره المغربيه الحريره المغربيه، وانا كنت دائما دايره كي ملي كنت صغيره عمري ما حوست نفهم، لكن دائما دايره في بالي بلي الحريره هي جزائريه، لانه عندنا بعض المناطق اللي معروفين في وهران عفوا، في بعض عندنا بايده يديروا الحريره، وحنا انا من العاصمه حنا نديروا الشربه خاصه في رمضان. قلت كي درت هاد لا فيديو شفت بلي التعليقات كاع ميم هذيك لا فيديو يعني دارت لو نومبر دو فيو تاعها كان اكثر من لو نومبر دابوني تاعي. شفت بلي اغلب التعليقات يقولوا لا الحريره مغربيه، وكاع خاوتنا المغاربه جاو وزعفوا قال لك الحريره مغربيه، مع اني في لا فيديو اوكا مومون ما قلت بلي الحريره هي جزائريه ومغربيه واكسيتيرا. قلت برك بلي الهولنديون يحبوا الحريره، خاص برك في لا مينياتور كنت دايره هل الحريره جزائريه ام مغربيه. بس سي بارتي اون بوليميك، كاع ولاو يقولوا الحريره مغربيه وكيفاش وكذا وكذا وكذا. كاين بعض التعليقات وين كانوا جزائريين يقولوا بلي الحريره هي جزائريه. فانا واش قلت نروح ندير دي ريشيرش نحوس نفهم شويه. جي كونتاكتي كيلكو هيستوريان لي رفضوا انهم يجاوبوني يعني في لا كاميرا، مي جو مي سو دي تيان نحوس سور انترنت ونفهم. قبل ما نروحوا لي زوريجين نذكر انه الحريره باسكو باين كاين ناس ما على بالهمش شنو الحريره اللي نهضر عليها. الحريره هي سي اون سوب اللي تراديسيونيل، elle est consommée au Maroc et en Algérie. Elle est très nutritive, elle est riche, فيها 7 ingrédients ou plus. Comme la harira c'est une soupe très nutritive, elle est consommée, elle est très prisée pendant le mois de Ramadan, au moment de la rupture du jeûne, donc في وقت الإفطار. ياكلوها بزاف في بعض المناطق الجزائرية، في الكثير من المناطق الجزائرية، وفي المغرب كذلك. لكن لما نروحوا نحوسوا على لي زوريجين، les sources sont nombreuses et très contradictoires. يعني كاين اللي يقولوا باللي اصلها من المغرب، وكاين يقولوا باللي تجي من الاندلس. c'est une soupe mythique de l'Andalousie. Elle aurait ensuite été introduite en Algérie vers les années 900 puis partout au Maghreb. يعني دخلت، كاين دي سورس يقولوا انها دخلت الجزائر ومن بعد شاعت في المغرب، وكاين اللي يقولوا لا اصلها هو مغربي، وكاين دي سورس يقولوا انها اندلسيه الاصل. La source la plus logique selon certains historiens, selon la plupart on va dire des historiens, et la source la plus répétée en tout cas, c'est que la harira est d'origine andalouse et devient plus tard la soupe la plus populaire de l'Oranais بعد الشوربه. حنا تاني عندنا الشوربه، كاين مناطق يديروا الشوربه وكاين مناطق يديروا الحريره. هما سي دي سوب لكن يختلفوا في طريقه التحضير ويختلفوا في les ingrédients. Donc elle aurait été introduite en Algérie en 902 par des marins andalous avant la chute de l'Andalus, قبل سقوط الأندلس, tandis que d'autres plaident pour une origine berbère de la soupe, une soupe aux 7 ingrédients baptisée harira, qui avait déjà été mentionnée par les savants du Coran. Donc ذكرت من بعض علماء واللي متخصصين في القرآن الكريم كما أحمد ابن حنبل ومحمد البخاري، كانوا يقولوا أنه كانت من بين les plats des populations agricoles du monde arabe قبل السنة الهجرية. Donc le plat et la soupe, elle a traversé les époques avant d'arriver au Maroc.
notamment période hivernale parce que et traditionnellement pendant le mois de Ramadan parce que c'est une soupe assez riche, nutritive, donc elle est très appréciée pour la rupture du jeûne et surtout parce que ce plat comprend l'ensemble des ingrédients qui permettent de reprendre des forces après un long jeûne. يعني بعد وقت صيام كبير فيها مكونات اللي تعطينا القوه تخلينا نسترجعوا قوتنا. راني نحاول نهضر بالعربيه وبالفرنسيه باش كل اللهجات يفهموني، خاصه خوتنا المغاربه ربما ما يفهموش لهجتنا، كاين ناس ما يفهموش اللغه العربيه يفهموني ربما بالفرنسيه وفيس فيرسا. راني نحاول اني نهضر باللغتين كيما حنا الجزائريين كيما المغاربه دائما عندنا هاد نخلطوا شويه بين الفرنسيه واللغه العربيه ولا اللهجه تاعنا. فنذكر انه الحريره قعدت يعني عاده وتقاليد التي غاردي باغ نو زايو. سي ان بلا اونيك ما نكذبوش، يعني سي ان بلا اونيك il est très riche complet. دونك الهدف من هاد لا فيديو سي كو لي سورس سون نومبروز حول لي زوريجين تاع الحريره، اما انها كانت مغربيه او جزائريه او من الاندلس. هنا واش نقدروا نستنتجوا انه ما نقدروا نقولوا لا ما نقدروش نقولوا الحريره مغربيه وما نقدروش نقولوا جزائريه، ربما توارثت جات للمغرب والجزائر، لكن ما نقدروش نقولوا انه لي زوريجين تاعها مغربيه لانه صعب انه نتحققوا من المعلومات، وخاصه انها معلومات تاريخيه وعلى بالنا بلي لي بلا يعني توارثوا في التاريخ ولي زابيتود كولينير يعني يمشوا في التاريخ. خلاصه القول ما نقدروش نقولوا انها ما نقدروش نجزموا انها مغربيه وما نقدروش نجزموا انها جزائريه كما ما نقدروش نجزموا انها اندلسيه. خوتي المغاربه يعني ما تزعفوش عليا، الهدف من هذا الفيديو ماشي باش نقول الحيره تاعنا ولا تاعكم القفطان تاعنا ولا تاعكم، بالعكس حبيت برك نقول باللي بلا كاين الناس راهم يتسائلوا، كاين يعني صعب التحقق من هذا المعلومه، لكن معروف انه المغاربه ديروا نتوما ربما تستهلكوا الحريره اكثر منا. حنا عندنا بعض المناطق ومناطق اخرى ياكلوا الشوربه، لكن نظن انه نتوما تستهلكوا الحريره اكثر منا، فمعروف اكثر انها مغربيه على انها جزائريه. لكن نذكر انه في التاريخ من صعب التحقق، وكاين بزاف يعني دي سورس دخلت الجزائر وشاعت في المغرب، وكاين يقولوا هي اندلسيه بعد ذلك دخلت للمغرب. الى عجبتكم الى نفعتكم هاد لا فيديو ديروا لي ان لايك، الى راكم ضد واش راني نقول وعندكم حقائق وعندكم ربما معلومات اكثر مني كتبوا لي تحت ان كومونتير. بالعكس مليح نفتحوا هذا النقاش باش بلا ما ندخلوا في العراك ونقولوا احنا مغاربه الحريره تاعنا ولا الجزائر يقول لك الحريره تاعنا ولا نتوما سرقتوا لنا. بالعكس نظن انه عندنا بزاف تقاليد مشتركه، عندنا بزاف دي بلا مشتركه، عندنا بزاف اكلات مشتركه، et je pense que c'est ce qui fait la richesse du Maghreb. Merci d'avoir regardé cette vidéo. نعطيكم موعد في فيديو واحد اخر موضوع اخر. سلام.